اشوف هيد اني ايش صاير. بكيت متوفقه بهذا الموقف. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شلونكم الله خدام وبركاته. الحسين؟ الحمد لله زينين الله يحفظكم. عاشتيتكم على هالنشاط، جارتي بموقفنا. عاشتيتكم. هذا شاي وشكر عمو لابا عبد الله. لا رحمه رحمه رحمه. خلينا نقعد نشوف ايش عندكم ما عندكم. 100 هلا والله. دعوا في الجاي وتعال يمي. تعالوا يمي تعالوا. اي تعالوا قعدوا خلينا نسولف نشوف شنو ايش عندكم ما عندكم. ما شاء الله اليوم خوش منظفين لين تعبانين. عاشتيتكم. شيخي اي احنا مو عندنا النبي محمد صلى الله عليه واله مو هو افضل الناس؟ خير خلق الله وافضل المخلوقات، ماكو واحد احسن من النبي. ومو عندنا الامام علي عليه السلام هو افضل الناس بعد النبي هذا. صحيح. زين ليش بيوم عاشور اي زين على الامام الحسين اكثر من النبي والامام علي؟ هي احنا طبعا مع اكيد مسلم ماكو يعني اثنين يختلفون. النبي خير خلق الله على الاطلاق، هذا بعد ما بيها مجال. هاي من نجي الى الائمه انه افضل الائمه على الاطلاق اعلاهم درجه منه الامام علي سلام الله عليه. من بعد الامام علي الحسن والحسين في درجه واحده عندنا. بس تدري هذا سؤالك نفسه سأله فد واحد للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. يعني هسه إذا أريد نحسبها نقول هذا السؤال سأله الإمام جعفر قبل حوالي 1258 سنة. هذا السؤال انسأل. اسمه عبد الله بن الفضل الهاشمي. سأل الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله شلون صار يوم عاشور؟ يوم مصيبة وغم وجزع وحزن وهاي، دون اليوم يعني بخلاف اليوم اللي احنا فقدنا به رسول الله. احنا نخزن ونجزع بفقد رسول الله، بس يوم عاشور احنا الغم والحزن والجزع اكبر. او دون اليوم اللي فقدنا به فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، هم نحزن ونجزع ونتألم، ولكن يوم عاشوراء أكبر. أو دون اليوم اللي فقدنا به أمير المؤمنين وهو انقتل وبالسيف وبحادثة مفجعة مؤلمة، بس أيضا يوم عاشوراء أكبر. سأل الإمام جعفر الصادق، جاوب الإمام جعفر الصادق هاي قال يوم الحسين أعظم مصيبة من سائر الأيام. ليش؟ يقول لأنه أصحاب الكساء الخمسة، أصحاب الكساء تعرفون من هم الخمسة أصحاب الكساء؟ هم النبي محمد والإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين. خمسة أصحاب الكساء اللي هم أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى واللي طهرهم تطهيرا. ذولا كانوا يمثلون أعز شيء عند الناس. من مضى النبي بقى الناس يتأسون ويتعزون بمن؟ يقولون ايه موجود أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الحسن والحسين. بعدين من فقدوا أمير المؤمنين أو فقدوا فاطمة الزهراء يتعزون بأمير المؤمنين والحسن والحسين. من فقدوا أمير المؤمنين بقي العزاء إنه يذكرون الإمام الحسن والإمام الحسين. من مضى الإمام الحسن بقى العزاء والسلوى بمن؟ بالإمام الحسين فقط. فمن انقتل الإمام الحسين معناتها فقدوا كل العزاء والسلوى. هذا آخر العنقود، آخر السلسلة في أهل الكساء، أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى. همينا واحد تيجي ببالك سؤال، طبعا هو سأله هذا نفسه هم سأله الإمام، قال له ليش مو الإمام زين العابدين مو إمام معصوم مفترض الطاعة بعد الإمام الحسين؟ ليش ما كان هو عزاء وسلوى؟ ما كانوا. يقول لك إيه صحيح هذا الحكي،
والفضل بن الفضل الهاشمي هو نفسه سأل الإمام، وهاي ايش قال له؟ بلي علي بن الحسين زين العابدين إمام وحجة على الخلق بعد آبائه الماضين، بس الإمام زين العابدين لم يلقى رسول الله، ما التقى مع النبي ولا سمع من عنده، كان علمه وراثة عن أبيه عن جده عن النبي. زين، بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، كانوا الناس يشوفوهم دائما ويا النبي في حركة في كذا في تواصل، كان النبي يحمل الحسن والحسين على أكتافه ويمشي السوق هاي، فيباوعون ناس مبتسمين، يباوعون شلون شايل أولاده أحفاده كذا هيك شوفوا، فيقول نعم الراكب ونعم المركب، يعني عنهم الحسن والحسين الراكبين ونعم المركب أنا هيك حاطهم ويستقبلهم. هذه الصورة المرسومة عند الناس في ذول الخمسة أصحاب الكساء المعزة الخاصة، هاي كلها انهدمت وخسروها وراحت بفقد الإمام الحسين. ولهذا كان العزاء أنه بفقد الإمام الحسين هو عزاء متواصل، هو نفس العزاء اللي صار بفقد الآخرين. ولهذا السيدة زينب عليها السلام إذا نشوف كلامها ويا الإمام الحسين ليلة العاشر، ايش قالت له؟ من عرفة الإمام الحسين جايين عن نفسه وإنه باكر الموضوع محسوم أنا مفارقكم، هاي ايش قالت له؟ اليوم ماتت أمي فاطمة وعلي أبي وحسن أخي يا خليفة الماضي وثمال الباقي، اليوم يوم الوداع، اليوم خسرناهم كلهم، خسرنا أصحاب الكساء كلهم هيك. ولهذا هذه الاهتمام بعاشور، معزة عاشور، مقام عاشور، لأنه يمثل نقطة الوداع للخمسة أصحاب الكساء. يجوز يجي ببالك تقول يابا الخمسة أصحاب الكساء شو احنا يعني احنا الشيعة المؤمنين كذا يآمنون بالخمسة أصحاب الكساء، بس مو كل المسلمين يآمنون بخمسة أصحاب الكساء. أقول لك بذاك العهد بذاك الوقت اللي أدركوا رسول الله وعاشوا وشافوا وعاشوا بهذا الجو، يعرفون زين كانوا حديث الكساء ويدركون زين ويعرفون زين مقام الأئمة ومقام أصحاب الكساء كلش مهم. وفد يوم الإمام زين العابدين سلام الله عليه قاعد، اجا ابو حمزه الثمالي، شايفين دعاء ابو حمزه الثمالي بمفاتيح الجنان يقرب شهر رمضان وهو يبي ثواب كبير. الامام ابو حمزه الثمالي شاف الامام زين العابدين حزين كئيب هاي، فراد يخفف عنه، فقال له سيدي شنو هالبكاء هذا والجزع، انت وضعك هذا بكيك وجزعك ومتألم وهاي شو اسمه، مو عمك حمزة انقتل، مو جدك أمير المؤمنين انقتل بالسيف، مو انتوا القتل إلكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، شنو هذه؟ فالإمام زين العابدين هنا الإشارة المهمة، قال له شكر الله سعيك يا أبا حمزة، جاي شكره لأن هو يريد يواسي الإمام، فالإمام جاي شكره. قال له كما ذكرت مثل ما أنت تقول احنا القتل إن عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أم رأت عيناك إن امرأة لنا أسرت أو هتكت قبل يوم عاشوراء؟ هم سمعت هم عينك شافت في يوم من الأيام قبل يوم عاشوراء علوية من بنات رسول الله تسبى وتهتك؟ والله يا أبا حمزة الإمام زين العابدين يقول له ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء
من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. والمنادي شي ينادون؟ الجيش الهاجم شي ينادي؟ احرقوا بيوت الظالمين. يردون يحرقوهم، يردون يمسحوهم من الوجود، مسح، إلغاء، لا يبقى أحد هذولا. ولهذا نشوف الإمام الرضا هميا شي يقول؟ يا ابن شبيب في روايته، ويا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية، يعني منه قبل الإسلام، قبل الإسلام العرب كانوا شهر محرم حرام فيه القتال، ما يقاتلون أصلا. ولهذا منشوف أمير المؤمنين في الحرب مع معاوية بصفين صار محرم، وقف القتال الإمام علي، وقف القتال، ما يتحاربون لأنه هذا محرم لا يجوز. يحرمون فيه القتل، يحرمون فيه الظلم والقتل. زين، فمن كانوا يحرمون فيه الظلم والقتل لحرمته. وإذا نشوف في واقعة الطاف لا حرمة للشهر ولا للنبي. إذن هاي الأمة بعد مو أمة محمد اللي انتهكت حرمة شهر محرم الحرام وحريم النبي هاي، وسبوا نساء وذريته وانتهبوا ثقله. هاي أمة محرم، أمة محمد. ولهذا يا عمي الشهادة، شهادة الإمام الحسين عليه السلام مو تمثل شهادته فقط، تمثل شهادة خير خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثل شهادة أمير المؤمنين، وتمثل شهادة بضعة الرسول السيدة فاطمة عليها السلام، وتمثل شهادة الإمام الحسن المجتبى. الوداع الأخير لتلك المشاهد اللي تعودت عليها عيون الناس، تشوف بها رسول الله ماسك في بوابة بيت الزهراء بالباب وبالعضادة ويصيح السلام عليكم أهل بيت النبوة أتأذنون لي أن أدخل؟ ساعة بيض صارت، راح تأخروني على اللطم. هاي سوالفكم أنا أظل ألتهي وياكم، وهذه أروح ألحق على اللطم، تأخرت أنا. رحم الله والديكم، موفقين إن شاء الله بموكبكم، ومر لكم باكر إن شاء الله. يلا في أمان الله.